علامات الساعة الكبرى. ظهرت اليوم في السعودية أمام آلاف المسلمين في الحرم المكي. لن تصدق ما ظهر رسميا أمام الحرم المكي، ظهور علامة من علامات يوم القيامة في السعودية. سبحان الله. وسوف نذكر لكم أكثر من علامة ظهرت في تلك الأيام. أعلن الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي عن ظهور علامة من علامات يوم القيامة في المملكة العربية السعودية، ذلك في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قام بتنبيه المسلمين جميعا على ظهور علامة جديدة من علامات يوم القيامة، لعل أحد يتعظ ويعمل لهذا اليوم. وننتقل معكم الآن إلى تفسير العلامة التي أعلنها هذا الشيخ، حيث أنه في الأشهر القليلة الماضية شهدت المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج بغزارة، وهو ما فسره الشيخ على أنه علامة كبيرة من علامات يوم القيامة، حيث قال الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجزيرة العربية ستعود فيها المروج والأنهار. وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغريدة ثانية فقال: فسبحان الله، هذه العلامة من دلائل النبوة ومن علامات يوم القيامة الكبرى. ومن الناحية الأخرى فإن الثلوج التي غطت صحراء السعودية من الظواهر النادرة التي حدثت في السعودية، وهو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصور من منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الأمطار. وأيضا سنتعرف على أحد علامات يوم القيامة التي ظهرت في الحرم المكي، والتي تم تصويرها حديثا في هذه الأيام. كل يوم يمر على الأرض وأهلها فهو اقتراب ليوم القيامة الذي وعد به رب العباد، فهو يوم الحساب، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا ويحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عن ظهور علامات قيام الساعة، فمن كتب له أن يراها فهو تيقن أن الساعة قريبة آتية لا ريب فيها، ومنها علامات كبرى وصغرى. والآن ظهرت العلامات الصغرى بشكل كامل وباتت واضحة أمام أعين العامة. وحديثا تم تصوير فيديو في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحرم المكي، حيث تجسدت فيه علامات الساعة الصغرى، حيث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حيث شهد كل من زار مكة المكرمة إزالة الجبال حول الحرم المكي للتوسعة، مثل جبل قويقعان، وهو أحد الجبال التي تعرف بالأخشبين، والتي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وقال أن هذا الجبل أطلقت عليه الأخشبين، ويقصد على قبيلة قريش وجبل أبو قبيس وجبل قويقعان هما الأخشبين، حيث أن جبل قويقعان تمت إزالته ولم يعد موجودا، وهو الجبل الذي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ظله وتسلقه عندما كان صغيرا. وأخبرنا أن البنيان في مكة سوف تصل إلى قمم الجبال، وهذا ما يحدث الآن، حيث أصبحت مكة مليئة بتلك الأبنية. ومن العلامات الأخرى التي ظهرت أيضا في المملكة العربية السعودية وفي مكة تحديدا، والتي يشيب لها الوجدان، من انبعاج الجبال وبرج الساعة، والذي ذكر في أحد الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسيره ظهر الآن واضحا تماما لكل من رآه. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلو البناء في مكة في آخر الزمان، إنه سوف يعلو عن الجبال ارتفاعا. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: فإذا رأيت مكة قد بعجت قزائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الساعة قد اقتربت. فقد شهدت مكة المكرمة بناء أكبر فندق في العالم باعتباره ناطحة سحاب، وجرى إنشاء المشروع بتمويل من وزارة المالية السعودية، وزاد في الآونة الأخيرة ارتفاع المباني في مكة. وفي النهاية، إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهدة.